مساء الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة جرائم حول العالم. قضيتنا اليوم فعلا غريبة جدا. قبل أن نبدأ كالعادة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والآن لنتعرف معا عن تفاصيل القضية. في غالب الأحيان نتعرف عن الشخصيات الرئيسية بقضيتنا ونتكلم إما عن أسرهم أو عن طفولتهم، لكن بما أن هذه القضية جديدة فلا توجد معلومات كثيرة وكافية حول الشخصيات الرئيسية بالقضية. المهم، سنبدأ قضيتنا بالتعرف على أول شخصية، وهي فتاة تبلغ من العمر 23 سنة، اسمها شربانا. لحد الآن لم يتم الإفصاح عن الاسم العائلي للأشخاص الرئيسيين في القضية. المهم، شربانا من أصل عراقي وتعيش في ألمانيا، وبالتحديد مدينة أنجليشيا، وهي مدينة تقع جنوب ألمانيا. كانت شربانا تهتم بكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا، وكانت مولعة جدا بعالم الميك اب، أي كل ما يخص الجمال. تبدأ أحداث هذه القضية عند اختفاء شربانا. اختفت في شهر أغسطس من سنة 2022 عندما أخبرت والداها أنها على موعد مع زوجها السابق بمدينة ميونخ. بعد خروج شربانا من المنزل ومرور عدة ساعات بدون أي خبر عنها، بدأ والداها يقلقان جدا، يتصلان بها ويعيدان اتصال بها دون رد أو دون إجابة، يبعثان الرسائل النصية لكن بدون جدوى. شربانا لا تجيب عن هاتفها. ذهب والداها للبحث عنها بميونخ. عند حلول منتصف الليل ينصدم والدا شربانا بخبر سيغير حياتهما للأبد. سيارة شربانا مركونة بمكان بعيد، وبداخلها تبدو وكأنها جثة إنسان. كانت هذه الجثة بالمقعد الخلفي. رغم محاولات الوالدين فتح السيارة لم يتمكنا من ذلك، لأنها كانت مغلقة ولا يمكنهما رؤية الجثة بوضوح. هذه الجثة تعود لمن؟ وكما هو واضح سيتصل والداها بالشرطة لتفقد السيارة والتأكد من الجثة، هل هي فعلا لشربانا أم لسيدة أخرى؟ عند وصول الشرطة يجدون جثة فتاة مغطاة بالطعنات وغارقة في بركة دماء. كانت الطعنات تغطي وجهها كذلك، وكان من الصعب جدا تحديد هوية الفتاة. لكن عند تفقد أوراق السيارة تتأكد الشرطة أن هذه السيارة تعود لشربانا، إذ هذه جثتها. وأكد كذلك والداها أن الجثة تعود لابنتهما. انتشر خبر وقوع الجريمة بسرعة. التجأت الشرطة للإعلام تطلب المساعدة في العثور على الشخص المسؤول عن الجريمة. طلبت الشرطة من عدة أفراد من عائلة شربانا مساعدتهم على تأكيد هويتها، والذين أكدوا جميعا أن هذا الجسد يعود لشربانا. وفجأة بدأت تصل بعض الأخبار للشرطة. مجموعة من الشهود يقولون أنهم رأوا شربانا تتجول بسيارتها داخل المدينة. كيف يعقل ذلك؟ شربانا جثة هامدة. هنا قررت الشرطة عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتأكيد الهوية، وكانت النتائج صادمة جدا. بصمات الضحية لا تطابق البصمات الموجودة على الوثائق الخاصة بشربانا. وبعد إجراء فحص الحمض النووي تبين أن هذه الفتاة ليست الشخص الذي يعتقدونها. كانت القضية معقدة جدا. إذن لمن تعود هذه الجثة التي أمامهم؟ وأين هي شربانا؟ هنا حين قرر المحققون مرة أخرى الالتجاء للإعلام وإخبارهم بكل ما اكتشفوه حول القضية. بعد الخروج الإعلامي للشرطة بدأت تتلقى الشرطة الكثير من الاتصالات من أشخاص لا زالوا يؤكدون رؤيتهم لشربانا. لا، بل بدأت الشرطة تتلقى اتصالات من أشخاص يعطون احتمالا لهوية الضحية الحقيقية، وهذا الاحتمال طابق فحص الطبيب الشرعي الذي أكد باستعانته بالبصمات والحمض النووي أن هذه الجثة تعود لفتاة تبلغ من العمر 23 سنة واسمها الحقيقي خديجة. خلال هذا الوقت أصبحت القضية محيرة جدا. كيف أنهم يجدون جثة فتاة ثم يتبين أن هذه الجثة تعود لفتاة أخرى؟ والمفاجأة أنها تشبهها كثيرا. خديجة هي فتاة جزائرية
تعيش هي الأخرى بألمانيا. كانت تعيش بالجزائر قبل انتقالها لألمانيا. استغرب المحققون كثيرا لأنهم لم يجدوا أي علاقة تربط بين الفتاتين، فهما تعيشان بعيدا عن بعضهما ولم يسبق لهما أبدا أن تقابلتا، لهذا لم يكن يعلم أي أحد كيف أنهما تعرفان بعضهما البعض. على أي حال، ما لاحظه المحققون هو التشابه الكبير في الملامح بين خديجة وشربانا. وهنا حين قرر المحققون تفقد حسابات شربانا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها كانت نشطة جدا على هذه المواقع. هنا حين صدموا كثيرا بسبب ما وجدوه، يتبين أنه قبل أسابيع كان شربانا قد فتحت 5 حسابات مزيفة على الانستغرام، وباستخدام هذه الحسابات كانت تتواصل مع عدة فتيات كلهن تشبهنها كثيرا. خلال رسائل شربانا مع هذه الفتيات كانت تقريبا رسائل متشابهة. كانت خلال هذه المحادثات تطلب نفس الشيء، وهو مقابلة فتاة تشبهها في الملامح، لكنها لم تقابل أي منهن، لأنه بالنسبة لها لم يكن الشبه كبيرا جدا بينها وبينهن. لكن يبدو أن شربانا توقفت عن التكلم مع كل الفتيات ما عدا خديجة، لأنها وجدت بينهما شبها كبيرا، حتى أنه لديهما قواسم مشتركة، ومنها حبهما للميك اب. كانت شربانا تتظاهر أنها مغنية راب اسمها لونا. هذه المغنية بالفعل موجودة، وهي كذلك تشبه كلا الفتاتين خديجة وشربانا. إذ تظاهرت شربانا وأرسلت رسالة لخديجة تعرض عليها عملا، وهو المشاركة في تسجيل فيديو كليب لأغنيتها الجديدة. لكن خديجة شكت بهذا العرض وبحثت عن الصفحة الرسمية للونا. أرسلت لها رسالة صوتية، كان هذا هو محتوى الرسالة: أتمنى أن تري هذه الرسالة وتجيبينني عليها. أنا غير متأكدة، لقد أرسلت لي فتاة رسالة على انستغرام تطلب مني المشاركة في تصوير أغنية جديدة لك. سأكون ممتنة لك إن أخبرتني هذا العرض حقيقي أم مزيف. والمفاجأة هنا أن هذه المغنية لونا أجابت عن هذه الرسالة وأخبرت خديجة أن العرض مزيف، من الأفضل لها ألا تجيب عن هذه الرسالة. وهذا ما قامت به خديجة، لم تجب عن هذه الرسالة. الآن كان على شربانا أن تأتي بخطة بديلة لإقناع خديجة بمقابلتها. هذه المرة عرضت على خديجة أن تعطيها مواد تجميل، لأنه كما سبق وذكرنا كان هذا قاسما مشتركا بين الفتاتين كلتيهما. يمكن أن نقول أنهما مؤثرتان. للأسف هذه المرة خديجة وقعت في الفخ. حددت معها موعدا بشقة شربانا لتعطيها هذه المواد التجميلية المجانية. كما ذكرنا سابقا، شربانا كانت قد أخبرت والداها أنها ستقابل زوجها السابق، لكن ذلك لم يحدث بطبيعة الحال. فشربانا قابلت حبيبها الذي يبلغ من العمر 23 سنة اسمه شاكير. ركب سيارة شربانا ليأتيا بخديجة من عنوانها. عندما وصلا إلى شقة خديجة ركبت معهما السيارة، لكن عوض أخذها إلى شقة شربانا لتأخذ المواد التجميلية أخذها إلى غابة بعيدة جدا. غير معروف ما قالته شربانا لخديجة لإقناعها بالخروج من السيارة، لكن ما هو معروف أنه فور خروج خديجة من السيارة بدأ يطعنانها. كان معدل الطعنات 50 طعنة، أغلب هذه الطعنات كانت بوجهها. كان هذا عمدا لكي يصعب على المحققين التعرف على هوية خديجة. بعد قيامهما بهذه الجريمة البشعة، ألبسا جثة خديجة ملابس شربانا ووضعاها في المقعد الخلفي للسيارة، وركن السيارة بمكان يسهل على المحققين أو أي شخص يبحث عن شربانا العثور على سيارتها. كانت تريد الجميع أن يعتقد أنها قد تعرضت للقتل وليس أنها مفقودة فحسب. يقول المحققون أن شربانا وحبيبها قد اتفقا وحددا الخطة وتكلما عبر رسائل نصية، والمكان الذي ركنت به السيارة كان قريبا جدا من شقة شاكير. الأمر محير جدا، جريمة بدون معنى. حتى بدأ المحققون يربطون أحداث القضية بما أن شربانا كانت تحاول التواصل مع نساء تشبهنها، إلا أن خطتها كانت واحدة، وهي إنهاء حياة واحدة تشبهها. وعندما يتم العثور على جثة الفتاة داخل سيارتها تكون هذه الفتاة تشبه إلى حد كبير شربانا، بحيث يتمتعان بنفس القوام ونفس السن ونفس لون البشرة ونفس لون الشعر والعينين وما إلى ذلك.
ومن ثم تم الالتجاء إلى طعنات عدة على صعيد الوجه لإخفاء الهوية الحقيقية للجثة، وبالتالي لن يلتجئ المحققون إلى الاستعانة بطبيب شرعي، ولن تحتاج أبدا إلى تحديد هوية الضحية، فوالداها سيؤكدان أنها هي وتغلق القضية، وهذا سيخول لها الهروب وربما تغيير اسمها وهويتها، لأنها كانت تعاني من مشاكل عائلية وأرادت أن تقطع علاقتها بعائلتها، واختارت هذه الطريقة البشعة جدا التي راحت ضحيتها فتاة بريئة. تقول بعض المصادر أنهم قد وجدوا سلاح الجريمة داخل الغابة، مجموعة من السكاكين، بينما مصادر أخرى تنفي عثور الشرطة على سلاح الجريمة. والآن وبعد ظهور الحقيقة بدأ البحث عن شربانة. التجأت الشرطة مرة أخرى خلال ندوة صحفية لطلب المساعدة في العثور عليها، وبالفعل يتم العثور عليها وهي تقود سيارتها. كان قد رآها شخص يعرفها واتصل بالشرطة. كيف يعقل ذلك؟ فلتوها أنهت حياة شخص بريء والآن تتجول في المدينة وكأن شيئا لم يقع. كانت واثقة جدا من نفسها. كما أن الشرطة وجدت مقطعا سجلته كاميرات المراقبة تظهر في شربانة داخل مطعم للوجبات السريعة، وبعد يوم واحد فقط من العثور على جثة خديجة يتم القبض على شربانة وحبيبها شاكير. يقول المحققون أنه لم يسبق لهم أبدا أن عاينوا قضية مشابهة لهذه، وأنها أكثر قضية محيرة. وخلال استجواب شربانة من قبل الشرطة رفضت الإدلاء بأي تصريح وبدأ كل واحد منهما يرمي اللوم على الآخر. شاكير يقول أن شربانة هي من طعنت خديجة، وشربانة تقول العكس. اقتنعت المحكمة أنهما مذنبان، أي كليهما ساهما في قتل خديجة، وبالتالي وجهت لهما تهمة القتل من الدرجة الأولى. فعلا قضايا مثل هذه تجعلك تفكر مليا في الأشخاص الذين تتعرف عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة النساء، لأنه في أغلب الأحيان أول فكرة تخطر ببالنا أن الشخص الذي يمكن أن يؤذينا لا يمكن أن تكون امرأة، حيث أنه أغلب الأشخاص يعتبرون النساء أنهن أهل للثقة. وأغلب التحذيرات عن الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق فقط بمواقع المواعدة، لكن هذه القضية تثبت لنا العكس تماما. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا كالعادة الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو، أو ربما مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليشاركون رأيهم. وإلى الفيديو القادم، دمتم في أمان الله.